بتدي بقى تعليمات يا دكتور؟ يعني بتقول لها مثلا تقعد بشكل معين، تنام بشكل معين؟ كل عملية تجميل ليها التعليمات المخصوصة ليها. عملية السيليكون بيبقى بتقعد فترة، ممنوع الأحضان. لا والله. ممنوع والله الأحضان. ممنوع ما تسلمش على حد بالحضن، ما تشيلش لو عندها طفل ولا أي حاجة، ما تشيلوش. تمام، ما تقربش ناحية طب افرض ان حرام. هي بترضع مثلا او هي لسه عندها بيبي؟ لا، ما هو لو واحدة بترضع مش هنعمل لها العملية. اه. احنا ما بنعملش عمليات الثدي سواء تصغير او سيليكون لواحدة بترضع. يبقى الرضاعة خلصت يعني تنتهي بقى الثدي سن. الأنسجة بتاعته، الغدد اللبنية مش اكتف عشان نقدر نعمل عملية في الثدي. لكن هو اصلا ما بيأثرش على الرضاعة عامة يعني؟ لا، السيليكون بنحطه تحت مستوى الغدد اللبنية. يعني هو السيليكون بيبقى كده والغدد اللبنية تبقى عشان في بنات كتير قوي بتبقى عايزة تعمل العملية دي وتقولك لما اتجوز واخلف واجيب خلاص الاطفال اللي انا محتاجاهم بعمل العملية. لا، ما بيأثرش على الرضاعة. السيليكون ما بيأثرش على الرضاعة. اللي ممكن تأثر على الرضاعة شوية عملية تصغير الثدي. معقولة؟ عشان بستأصل جزء من الأنسجة بتاعت الثدي عشان أصغر حجمه. فدي اللي ممكن تأثر شوية على الرضاعة. لكن السيليكون لا، السيليكون احنا بعيد عن الغدد اللبنية خالص، بنبقى تحتيها.